السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. بغيت نوجد واحد شويه ديال المربى التوت البري اولا التوت الاسود، وغنشارك معكم الطريقه كيفاش كنوجد المربى. هنا بعد ما غسلته ونظفته مزيان وخليته في الماء مع كيكون فيه شويه تاع التراب، خليته في المصفايه وحطيته وسط الماء حتى تصفى مزيان داك التراب نزل. من بعد كنشيل ليه هذاك العيدان ديالو، ما كنخليش فيه العيدان. الاحسن تشيلوها بالمقص باش ما يتفعش لكم هذا الحب، يبقاو الحبات معزولين. وبالنسبه لكميه السكر، الكميه الا عندك زبديه يعني ديال التوت كتحطي الزبديه ديال السكر، يعني نفس المقدار السكر نفس المقدار ديال التوت. احنا ما كنحطوش السكر كثير، كندير نص الكميه ديال السكر، يعني المقدار تاع الكميه اللي عندي تاع التوت كدير نصها سكر باش ما يجينيش السكر كثير بزاف. المهم انا حيدت ليه العيدان كامل ونظفته، وغنزود عليه اللي هو سكر حبيبات. ومن بعد نشوفوا الطريقه كيفاش. هنا غنحطو في قدر ونخليه تقريبا 4 ساعات ولا 6 ساعات. مرة كنحركو بشويه بشويه حتى ينزل هذاك الماء اللي فيه كامل مع السكر يذوب، وداك الماء اللي في التوت كله كينزل. هذا كنحطوه على النار وكنضيف عليه واحد المكون اللي هو الليمون، ليمون حامض، واحد نص حبه ليمون معصوره، اولا كتضيفي اللي هو ملح الليمون. هنا عندنا ملح الليمون، انا ما كنستعملوش، كنفضل الليمون الحامض عصاره نص حبه الليمون. صافي، هذه هي الطريقه باش كنوجد اللي هو مربى التوت. كيجي لذيذ بزاف وكينفع في الوليدات الصغار وداكشي، في الفطور في الكوتي وداكشي تحطوه كيجي لذيذ. خليكم مع الفيديو، الله يجازيكم بخير ونتمنى لكم التوفيق جميعا يا ربي. وما تبخلوش عليا باللايك، واللي ما مشتركش مرحبا الف مرحبا يشترك معنا في القناه. الله يوفقنا جميعا ان شاء الله يا رب. نغطيه ونخليه. هنا ما شاء الله بعد ما مرت عليه 5 ساعات تقريبا خليته محطوط مع سنيده اولا سكر حبيبات. نزل هذيك الماء ولا بحال شكل السيرو. دابا غادا نحطو على النار وغنزود عليه نص حبه ليمون مع السرة ونخليه على النار مهيله. مره نحركو بشويه بشويه حتى تقريبا ياخد نص ساعه اولا ساعه الا ربع على نار مهيله باش يطيب في راحته، وداك الماء كامل ينشف. بقى داك السيروب بوحدو شويه بشويه، ما يكونش فيه الماء كتير. نخليه شويه خفيف شويه شويه باش ما نخليش على النار كتير. الا خليته على النار كتير غادي يتحرق وغيعطي واحد المروره. من الاحسن خليو فيه واحد شويه تاع الصوص. من بعد ملي غيبرد هذيك الصوص غادا تزيد تعقاد شويه وغيولي المربى مزيان. ما شاء الله كيجي زوين بزاف. ما تخليوش تيشرب في النار بزاف باش ما يتحرقش لكم هذاك الكراميل ويعطيكم ريحه الحراق في المربى. هذه هي الطريقه باش كنخدم المربى تاع التوت. وهاد التوت عندنا هنايا في هذه المنطقه السعوديه، في واحد المنطقه كيسموها الطايف، كيجيبوه من تما باقي جديد ما شاء الله طري، وكنستافد منه بحال ما هكا. لانه لو قعد بسرعه كيخسر، ما كيبقاش، ما كيصبرش هو في الثلاجه. واخا تحطيه في الثلاجه ما يصبرش. من الاحسن ديريه عصير اولا ديريه مربى بحال ما هكا كتبقاي تستافدي منه. اما تخليه في الثلاجه بسرعه كيصوف، ما كيصبرش بزاف. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على دعمكم وعلى التتبع ديالكم، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.